الموضوع اللي هكلمكم عليه النهارده يا جماعه انا شايفه من اخطر المشاكل اللي بتواجه اي حد بيفكر ان هو يجي كندا. وبالنسبه لي المشكله دي اخطر من فكره ان انت تلاقي اسعار الاكل غاليه، اسعار السكن غاليه، او ان انت ما تلاقيش سكن او اي حاجه. لان زي ما هوريكم النهارده لما الموضوع ده بيتحل معظم الحاجات التانية بتتحل اخطر كمان يمكن من فكره موضوع المثليه وتربيه الولاد وحاجات زي كده. وهي مشكله ايه؟ مشكله ان انت ما بتلاقيش شغل او عدم الحصول على عمل في الفتره الاولى. ومش مشكله انت ما تلاقيش شغل عادي، المشكله ان انت ما تلاقيش شغل شويه في المجال يا اللي انت بتحبه يا اما حاجه انت اصلا تخصصك الاساسي. وليه الموضوع ده مهم جدا؟ لان هنا في كندا للاسف الشديد في هنا يعني هو يعني مش حاجه مقصوده، بس هم عندهم على طول اعتزاز بفكره ان انت يكون عندك خبره كنديه. وفي الاول انا كنت فاكر الموضوع ده يمكن ليه عنصريه وليه ايه الخبره الكنديه، طب ما انا عندي خبره بره وحاجات زي كده. بس اكتشفت ان انت يعني اغلب الشغلانات البروفيشنال اللي هي بتتطلب مثلا عشان تشتغلها محتاجه بكالوريوس على الاقل خالص، فيعني طريقه الشغل في كندا مختلفه شويه. فبتقابلك مشكله ان انت ما بتعرفش تشتغل، ما بيشغلكش، مش ما بتعرفش تشتغل، ما بيشغلكش عشان انت ما عندكش الخبره دي. فايه مشكله الموضوع ده؟ مشكله الموضوع ده من وجهه نظري، ويعني يمكن انا شويه تعرضت له في الفتره الاولى ليا. انا الحمد لله ما قعدتش كتير على ما لقيت شغل، انا اشتغلت بعد شهرين بالظبط، شهرين واسبوعين تقريبا. لكن خلال الوقت ده انا الدنيا عندي بس بتمشي بسرعه شويه، لكن خلال الوقت ده انا تعرضت لحاجات من اللي انا هقول لكم عليها النهارده دي. بس انا من خلال خبرتي ومن خلال اللي انا شفته خلال ال5 سنوات اللي فاتت اقدر اقول لكم ان دي من اسوأ الحاجات. ليه بقى؟ اول حاجه خالص انت بتنزل تدور على شغل، فانت راجل جاي بالخبره بتاعتك ومتخيل ان الدنيا تمام والامور سليمه وعارف كل حاجه، تبدا تنزل بالريزومي بتاعك وعايز شغلانات. اولا بتقدم في شغلانات كبيره يعني مطلوب منها خبره كبيره وحاجات زي كده، بتلاقي ان انت محدش يعني بيرد عليك اصلا خالص. يعني واحد مثلا لو مطلوب خبره في كندا مثلا هنا 10 سنين او حاجه زي او 5 سنين حتى، ما بتلاقيش حد ان هو من الاساس يرد عليك. طيب فبتقول ايه؟ طب خلاص يمكن دي في مشكله ولا حاجه، هشتغل في شغلانه مش مانجيريال ليفل، هشتغل في مثلا سينيور ليفل او ميد ليفل او حاجه زي كده. فبتكتشف برضو ان محدش بيرد عليك. فالموضوع ده مع فكره الريزومي بتاعنا ان هو ما بيكونش مكتوب بالطريقه اللي هي تخلي الكنديين هنا او اصحاب العمل الكنديين ان هم يشغلونا، فبتحس بنوع من انواع هو في يا جماعه، هو انا ما انا عامل كل حاجه، انتوا يعني ازاي ما فيش شغل ومش عارف ايه. تبدا بقى تيجي في ذهنك، وطبيعه الانسان فكره الوسوسه بقى اللي هو ده في عنصريه، ده في مش عارف ايه، طب ازاي ده مش هيشغلونا، ده يمكن عشان اسمي، طب اغير اسمي، طب اعمل مش عارف. على فكره يعني انا والله صريح جدا معاكم، انا فكرت في كل الحاجات دي، ويمكن ناس قالت لي كمان انت لازم تغير اسمك عشان اسمك ده مش عارف ايه، وما غيرتوش. لكن جا في بالي واتقال لي حاجه زي كده. فبتبدا تدخل في موضوع ان هو حاجات كتير بقى وكلها افكار، يعني ايه، افكار سوداويه بس. فبعد كده بتبدا تعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه عشان احسن من نفسي؟ تبدا ان انت مثلا تقدم على شغلانات انتري ليفل. هم بقى مشكلتهم هو ممكن يشغلك في انتري ليفل بس بيشوفك اوفر كواليفايد في انتري ليفل، فما بيديلكش الحاجات الانتري ليفل، ولا بيديلك الحاجات اللي هي البوست جراد الحاجات اللي هي المانجيريال ولا الميد. فانت بتلاقي نفسك ان انت التخصص بتاعك اللي انت جاي بخبرتك فيه ما بتشتغلش. فده بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك نوع من انواع الصدمه اللي هو طب انا يعني انت مشكلتك ساعتها بتبقى ايه؟ ان انت بتبقى جاي وعمال تصرف من فلوسك. يعني اكيد اي واحد جاي كان معاه فلوس فبيصرف منها لحد ما بتبدا الفلوس دي تقرب تخلص. وهنا انت لا تتخيل معدل الصرف بيبقى عامل ازاي. حتى انت لو كنت رجل حريص الحرص كله برضه معدل الصرف هنا عالي، وخصوصا الكام شهر الاولانيين، وخصوصا اليومين دول. للاسف اليومين دول كمان الاسعار عاليه جدا، فبالتالي الايجار بيبقى غالي. فانت مهما كنت جايب معاك فلوس مش هقول لك هتخلص على طول، لكن مش هتبقى مبسوط. يعني زي ما بيقول لك كده خد من التل يختل. معلش الفيديو طويل شويه يا جماعه، بس انا والله يعني حبيت اشارك معاكم مش تجربتي، حبيت اتكلم معاكم يعني بشكل مريح شويه على موضوع المشاكل دي. المهم فبتلاقي نفسك بتصرف فلوس من معاك، بتلاقي ان انت بتبص لنفسك من نوع من انواع اللي هو انا مش كويس، تبدا ان انا مش شاطر، انا مش كفء، انا حاجه زي كده. ويمكن دي مش الحقيقه خالص. هو الفكره كلها ان هم هنا ليهم اشتراطات معينه وكل حاجه. فبتبدا تفكر بقى طب انا كمان شهرين 3 بالمعدل اللي انا بصرفه ده انا كده فلوسي هتخلص، طب انا هعمل ايه، طب انا هسوي. تبدا يجي لك احباطات كتير. فانا النهارده مش جاي اقول لك ان انت هيجي لك احباطات وحاجات زي كده، لكن انا جاي اقول لك كمان على طريقه الحل من وجهه نظري
تجربتي واللي اقدر اقول لك عليها ان هي ناس كتير، مش انا بقى تجربه حكم يعني، لكن الناس اللي بتحاول تعمل حاجات زي كده الدنيا بتاعتهم بتنجح. فانا نصيحتي ليك، انت لما بتيجي هتلاقي المشكله دي. اول حاجه خالص، اهم حاجه في كندا مليون في الميه، للاسف الشديد كنت على طول انا بشوفها زمان حاجه مش مهمه قوي. ايه المشكله يا جماعه؟ الكنديين بيتعاملوا باي لغه ويعني عادي طالما بيفهمك. لو انت الانجليزي بتاعك مش كويس انت مش هتشتغل، ومش قصدي اخوفك، مش هتشتغل شغلانه بروفيشنال يعني، ومش قصدي برضو يعني ارعبك، بس فعليا مفيش حاجه تخلي صاحب العمل يقتنع بيك لو انت ما عندكش المهارات المناسبه هنا في كندا غير ايه؟ غير الانجليزي. ده انا من وجهه نظري. فمثلا على سبيل المثال انا مثلا لما جيت كنت شغال في مكتب في مصر كان جميل الحمد لله، في مجال متخصص جدا، بس هم هنا بيشتغلوا الموضوع ده بطريقه مختلفه خالص في الكوست مانجمنت او الكوست استيميتنج وحاجات زي كده. يعني الحمد لله هو كان شويه ليه علاقه باللي انا بعمله، بس ما كانش بنفس الطريقه ونفس الكومبلكسيتي بتاعت الموضوع وحاجات زي كده. فاللي حصل ان انت لما بتروح الانترفيو وبتبقى عارف تعبر عن نفسك، عارف تعبر عن انت بتعمل ايه وتقدر تعمل ايه، بتخلي الموضوع في وجهه النظر بتاعته مختلفه. يعني انا اقدر افتكر مثلا ان انا اول 2-3 انترفيو كنت رحتهم، انا الانجليزي بتاعي الحمد لله كويس، قلت لكم قبل كده، عشان كنا عايشين في لندن واحنا صغيرين انجلترا يعني مع والدي وقت ما كان بيعمل الدكتوراه بنحفظه. ف يعني الانجليزي لحد ما يعني معقول اللي هو اقدر اتكلم كويس. بس لما جيت هنا عشان انا ما بستخدمش الانجليزي دوت، وما كنت يعني خلاص ما فيش حاجه مش عارف تتكلم. في اول كام انترفيو كده كنت فعلا مش عارف اعبر عن نفسي. وهنا ما بيسالكش، يعني انا مثلا ما اعتقدش ان انا في الانترفيوهات اللي دخلتها ما بيسالكش في حاجه تكنيكال قوي، يعني ما بيقعدش يقول لك بقى انت مثلا لو ممكن ما اعرفش من المحاسبين والناس تانية ايه، بس انا مثلا في مجال بتاعنا بتاع هندسه ومجال اهو ارقام وكل حاجه، يعني ما سالنيش ما فيش ولا انترفيو دخلته اتسالت على حاجه تكنيكال ازاي بتسولف البروبلم دي او مش عارف ايه حاجه زي كده. كلها بتبقى حاجات اسئله شخصيه، إيه بتعمل ايه في حياتك ومش عارف ايه، يعني مثلا إيه لو انت تعرضت لموقف فلاني بتعمل ايه. فكلها اسئله حياتيه وتجاربك الشخصيه في الحياه. فما فيهاش مثلا انت عارف عندنا مثلا انا مثلا ممكن احكي لك رساله الدكتوراه بتاعتي كلها كانت بالانجليزي، ممكن اقعد احكي لك كلام كتير جدا جدا بالانجليزي وهيبقى زي الفل وكل حاجه تمام. بس للاسف هو ما بيطلبش منك حاجه تكنيكال اللي انت اوريدي خبرتك. مش بتكلم على رساله الدكتوراه، انت لو انت واحد شغال في مجال اصلا كل التيرمز بتاعته بالانجلش وحاجات زي كده هتعرف تتكلم. لكن هو ما بيسالكش هنا، هو بيسالك هنا احكي لي عن نفسك. فانت لازم تكون تعرف تتكلم عن نفسك، لازم تكون تعرف تتكلم عن نفسك وانت بتاخد الايلتس بتاع مصر ده او وات ايفر الكورس اللي بتاخده عشان هو ايلتس هو لو انت بتفكر في الهجره يعني وماشي في مسار الهجره او في الدراسه. وكمان ده الكلام ده كمان للناس بتوع الدراسه، لو انت برضو عايز تيجي تشتغل وقت الدراسه هنا في مجال كويس لازم تكون تعرف تتكلم كويس. وانا اقدر اقول لكم من تجارب الناس اللي جم طلبه الدراسه هنا، والله مش قصدي حاجه خالص عن طريق اكاديمي او حتى لما بشوف ناس كتير الحمد لله مؤخرا، الناس اللي بتشتغل في شغلانات كويسه بتبقى بسبب الانجليزي بتاعهم كان كويس، فبالتالي صاحب العمل بيشغل. فبقول لحضرتك، فانت بتتسال اسئله زي احكي لي عن نفسك، فانت لازم تعرف تحكي عن نفسك، تحكي قصه عن نفسك، مش بتحكي مثلا my name is Ahmed I live in Alexandria I come from Egypt او مش عارف ايه. لا انت لازم تحكي مثلا تحكي قصه عن نفسك. كل ما تحكي قصه عن نفسك مثلا كل ما هو يبقى انجيج معاك اكتر، لان هو بيبقى عارف، هو بيشوف الريزومي بتاعك. ودي نقطة تانية برضه هكلمكم عليها، يمكن اقول لكم عليها دلوقتي. الريزومي بتاعك انت محتاج ان انت تكون عامله بالطريقة الكندية، مفيهاش اي عوجان مفيهاش اي حاجة، بس لازم تكون عامله بالطريقة الكندية. يعني ايه الطريقة الكندية؟ هم ليهم ريكوايرمنت بسيطة جدا جدا. الريزومي بتاعك يكون عبارة عن صفحتين، مهما كنت انت عندك خبرات عالمية وبتاع، قفل الحاجات دي في صفحتين. حط السمري اوف اكسبيرينس بتاعتك في الاول خالص، طبعا اسمك والسكن ومش عارف ايه، ومفيش الوان ولا الكلام ده كله، حاجة سو سيمبل خالص. السمري اوف اكسبيرينس بتاعتك ان مثلا 5 أو 6 بولتس، يعني نقاط كده. مثلا انا عندي more than 12 years experience في كذا، معايا شهادات سمري خالص. بعدين سكيلز بتاعتك اللي انت تقدر تعملها، يعني مثلا سكيلز بتاعتك سواء حاجات مثلا تنمويه، مثلا كوميونيكيشن سكيلز، او تعرف مثلا ما بحبش اكتب الكوميونيكيشن سكيلز دي ولا الكلام ده، هو بيشوفك في الانترفيو يعني. بس عامه السكيلز بتاعتك، المهارات بتاعتك اللي في الشغل، مثلا اورجانيزيشن، يعني اورجنايزنج مثلا دوكيومنتس،
وات ايفر الحاجه اللي انت بتبقى شغال فيها دي بالسكيلز بتاعتك. تاني حاجه بتحط الاكسبيرينس بتاعتك بالتسلسل زمني، اللي هو مثلا اخر حاجه انت كنت شغال فيها في مصر، مثلا الاسم الشركه، الريزومي العادي خالص، بس كل حاجه مثلا 5-6 نقط كده انت عملت ايه. وطبعا لازم تكون بالفعل الماضي اللي هو الباست تنس، يعني اللي انت مثلا انا عملت وسويت وخليت. صفحتين بس، ودي بتقدمها لهم وتكون فيها الريكوايرمنتس بتاعت الشغلانه اللي هم عايزينها. ما تقعدش بقى يعني حاول مثلا، انا اول ما بدات اقدم انا كنت شغال في دكتور في الجامعه ومش عارف ايه وايه وايه، وكان معايا حاجات كده شهادات كتير. هو هنا مثلا الراجل عايز واحد معاه باتشلرز مثلا او سيرتيفيكت، ومثلا بيعرف الحاجه الفلانيه، فقيفت الريزومي بتاعي كله على هذا الاساس. حتى قدمت بالماستر، صرت البي اتش دي، وساعات في حاجات كنت بقدم بالبي ام بي بس، وحاجات زي كده. فبتقيف الريزومي بتاعك زي ما هم عايزين. كل ما تزود في الداتا اللي هم اللي انت عندك، كل ما فرصتك ان انت تترفض. هو مش عايز واحد يعني اول حاجه بيشوف ان انت بتقدر تاتشيف التاسكس المطلوبه منك، ان انت الريزومي بتاعك يكون مظبوط. فنرجع لكلامنا، ان انت في الميتنج نفسه او الانترفيو نفسه ده بيبقى عباره عن ان انت بيقعد يسالك عن نفسك. وفي نقطه تانية برضو غير الريزومي وغير الانترفيو، لان الانترفيو هنا في كندا هم طبيعي، ما اعرفش في مصر. انا ما كنتش بعمل انترفيوهات والله في مصر. انا حياتي في مصر كلها كانت خلصت الشغل اشتغلت في مكان والدي كان استشاري فيه، بعد كده طلعت منه على اوراسكوم، عن اوراسكوم على الجامعه بس كده، وبعد كده كملت في الجامعه وحاجات ومكتب بتاعي. فما ما جاليش بقى انترفيوهات كتير. لكن هنا طريقه الانترفيوهات ازاي، ان انت اول حاجه بيجي لك تليفون اسمها سكريننج دي، ان هو بس يعني الاتش ار او الهيومن ريسورسز، او مثلا اللي هو بتاع موظف الشؤون، يعني الشخص المسؤول عن الشغل، بيكلمك يقول لك والله احنا بس عايزين نتعرف. دي بتبقى كول مثلا، فون كول يعني. بيبعت لك ميل طبعا، لان انت بتكون باعت الريزومي بتاعك. بيبعت لك ميل يقول لك انا ممكن اكلمك في الوقت، ايه الوقت المناسب ليك، تقول له الوقت المناسب ليا كذا كذا، يكلمك هو الراجل في الوقت المناسب ده، وبيعرف منك بشكل مباشر انت الحاجات انت عملت ايه قبل كده. ودي اول نقطه انتراكشن بالانجلش ليك. يعني حتى يمكن انت محتاج تتدرب جدا جدا على الموضوع ده. انا ممكن اساعد والله الناس، الحمد لله. كنت يعني انا يعني كنت كل المكالمات دي لازم ادخل الانترفيو بتاعها على طول. يعني هو بيقتنع بينبهر بالشخص، بس ساعات بقى لما بيجي يكتشف مفيش بقى الامكانيات دي او مفيش القدرات ان انت اللي هو كان اللي انا كنت بقولها في المكالمه يعني. فبقول لحضرتك، فدي اول نقطه يعني بوينت اوف كونتاكت بالنسبه لك مع الشركه اللي انت بتفكر تشتغل فيها، ان انت يكلمك البتاع ده. فلازم تبقى عارف تعبر عن نفسك، لازم تعرف ترد على التليفون ازاي، وتبقى عامل ازاي، وما تتوترش تكتب. يعني انا مثلا كنت زمان، او يعني لما كنت اول ما جيت بكتب بالظبط سكريبت انا هقول ايه، لان هو من الراجل مش يعني اول مرتين ثلاثه ما كنتش فاهم اللي بيحصل. بعد كده بقيت خلاص انا عارف انا هرص كذا كذا كذا، بعد كده بقيت حافظ خلاص وزي الفل والدنيا ماشيه تمام. فبقول لحضرتك، ففي فاكتورز كتيره بتخليك ان انت تقدر تشتغل. اولهم ان انت الانجليزي بتاعك يكون كويس عشان تعرف تعبر عن نفسك. تاني حاجه ان انت تلتزم بشكل او باخر بالامكانيات او المواصفات اللي هم عايزينها، سواء في الريزومي بتاعهم او سواء في الميتنج. تالت حاجه وهي ان انت يكون باين ان انت عندك باشن وقدره على التعلم. يعني انت ما فيش مشكله ان انت تروح ميتنج او حاجه وتقول لهم، يعني هم شايفينك رايح مثلا ليفل اقل شويه من اللي انت عايزه، مفيش مشكله يقول لك انت ليه عايز تاخد الشغلانه دي. والله يا جماعه انا عايز اخد الشغلانه دي لان انا لسه جاي وعايز اتطور فيها. طب يقول لك طب ما انت لما تتطور هتسيبنا وتمشي. لا خالص، انا مش هسيبكم وامشي. انا قاعد ان انا عايز يعني اخد اكسبيرينس مور، وعايز اتطور ابقى في الشركه معاكم وابقى بليد في الشركه دي في المستقبل. يعني ما تقولش لاي حد خالص، ما تبقاش صريح. يعني خليك بروفيشنال في الحاجات. ما ينفعش انت تروح لشركه ان انا والله اشتغل معاكم وبعد كده انا لسه جاي فانا بالتالي همشي واسيبكم. خليك صريح، يصدمهم مثلا. يعني انا ساعات ممكن كنت اقول لهم انا لسه جاي ومش عارف ايه وانا عايز اكمل، طب وعايز اكمل في المجال ده. فيقول لك بقى طب انت هتسيبنا يعني لما تبقى تعرف الخبره اللي انت عايزها؟ لا مش هسيبكم طبعا، ده انا مبسوط بالشركه وحاجات زي كده. رابع حاجه ان انت تقرا كويس عن الشركه اللي انت رايحها. يعني ما تبقاش كده تقعد تقدم وخلاص. يعني قدم وخلاص مفيش مشكله، بس اعرف الشركه اللي انت بتقدم لها دي هتبقى عامله ازاي، عشان لما يعني شركه عملاقه ولا شركه متوسطه ايه المشاريع بتاعتها، لان هو بيسالك ساعات برضو على الحاجات دي. ففي فاكتورز كتيره بتساعدك بشكل او باخر ان انت تقدر تاخد الشغلانه. واهم حاجه الثقه بتاعتك في الانترفيو.
ما ينفعش تروح وانت بتتلجلج وانت متخوف، لان انت مش عشان انت بيقول عليك حاجه مش كويسه، لا طبيعي يعني هم فاهمين واحد في الانترفيو، بس مشكله عدم الثقه واللجلجه دي ان انت مش عارف تتكلم كويس، فهو مش هيفهمك كويس، فبالتالي هيقول لا طب انا ليه انا اتعب نفسي مع واحد لسه اصلا مش عارف يتكلم. ومش قصدي حاجه عيب والله، بس يعني ده اللي هو بيحصل. فدي كلها عوامل بتساعدك بشكل او باخر ان انت تقدر تشتغل وتحصل على شغل بتاعك في كندا هنا في المجال اللي انت عايزه. بعد ما بتحصل على الشغل حاجات كتير جدا جدا بتتسهل، هبقى اكلمكم عليها في الفيديوهات التانية، لكن يعني انا اوريدي طولت في الفيديو ده بما فيه كفايه، بس حبيت اقول لك كده ملخص كده خبرتي ازاي ان انت تقدر تحصل على شغل. ممكن لو حد عنده اي اسئله على تفاصيل، مثلا حاجات ليها علاقه بالريزومي، حاجات ليها علاقه بالتكلم ازاي، حاجات ليها علاقه باي حاجه ليها علاقه بالحصول على عمل، لان الموضوع ده برده بيهم الطلبه اللي جايين جداد اللي هم بيدوروا على شغل. لازم تعرف تتكلم كويس مع الشركه اللي انت رايحها، ولازم تعرف تعبر عن نفسك بشكل كبير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يعني حتى الان، ولو عجبكم بما انك موجود لغايه دلوقتي معايا يعني ما تنساش بس تك كده على زر اللايك اللي عندك في اي مكان تحت او فوق او في اي حته، وتعمل متابعه ليا سواء بتتفرج عليا على الفيسبوك او على اليوتيوب. شكرا جدا لمتابعتكم، ونشوفكم على خير. ما تنسوش تسيبوا لي في الكومنت اي اسئله انتوا عايزينها، وان شاء الله ارد عليكم فيها. خلي بالكم على نفسكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم حكم من كين كندا.